زهقتي من الفراخ واللحمة وكل يوم حيرة مش عارفين نطبخ ايه؟ تعالي اعملي الأكلة الجبارة دي. بجد بقى أحلى من الفراخ وأحلى من اللحمة. والله العظيم أنا عايزة أقول لكم بجد. هاتوا كده مثلا قد كده رصة عيش كبيرة كده، وتعالوا كلوا بقى الأكلة الجميلة ديت. بصوا ملهاش حل، اعملوها مش هتشبعوا أكل ولا تبقوا عايزين تقوموا من على الأكل. خليكم معايا لنهاية الفيديو، متنسوش تحطوا لايك للفيديو بجد، وكومنت حلو يشجعني، ودعوة حلوة ليا ولكم بالمثل. وبجد انا عايزه اقول لكم الاكله دي اختراع، طعمها حلو قوي 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 على قد ما تقولوا قولوا. وكمان مش مكلفه خالص. لا تقولي بقى فراخ في الايام اللي احنا فيها ديت، ولا تقولي بقى لحوم، ولا تقولي حاجه. بجد جربي الاكله دي. لو انت محتاره انا واثقه بعد الفيديو دوت هتقومي تعمليها وتنفذيها. سهله وبسيطه وطعمها جميل جدا. واكله من التراث المصري الصميم اللي هي مهدور حقها وناسينها في معظم بيوتنا. والجيل بتاع الايام دي كتير منه ما يعرفهاش بقى غير جيل العظماء اللي قبل كده. بجد حلوة قوي قوي قوي. بجد حلوة وخطيرة، انا مش عايزة اقول لكم قد ايه حلوة. انا عايزاكم بس تجربوها. هي اكلة بسيطة ومش مكلفة اطلاقا. نسمي الله كده ونصلي على الرسول وندخل نشوف عملنا ايه. مبدئيا كده انا كان معايا ربع كيلو من الفول. ربع كيلو الفول دوت انا بليته حوالي ساعة، وحطيته على النار. معلش في مقطع اتحذف مني. بليته ساعة وحطيت عليه ربطة كزبرة على شبت، وحطيت بصلاية كبيرة، وحطيت قرن فلفل كبير، وممكن تحط نص قرن شطة وممكن تستغني عنه. وطبعا انا التكايه الحلوة قوي، انا كان بصراحة عندي شوربة من امبارح متوفرة، فقمت جاية حاطاه يا دوب غطيته بس بالشوربة. انت ما عندكيش شوربة بتقومي حاطه ميه. انا على طول بحط ميه، وكنت بعمله قبل كده بميه بس كنت بعمله زمان قوي، يعني ما كنتش بعمله على طول. بس بصراحه ان شاء الله باذن الله انا هعتمده عندي كل اسبوع. بسيبه كده وهدي عليه قد ساعه كده على النار لغايه ما احس ان الفول اللي فيه اتهرس كله. هبدا بقى اجيب بقى هاند بلندر وابدا اضربه كده. طب انا ما عنديش هاند بلندر، سيبيه يبرد خالص او يهدى خالص وافرميه في الخلاط. وبعد ما تفرميه تعالي ما اقول لك هتعملي فيه ايه. برضو عشان المقطع اللي اتحذف مني، انا ان شاء الله هسيب لكم برضو المقادير بالظبط في صندوق الوصف. صندوق الوصف دوت هتجيبيه منين؟ هتتك على عنوان الفيديو هيدخلك لصندوق الوصف. اسمها ايه الاكل اللي انت بتعمليها ديت؟ اسمها بصارة. بس بجد تحفة. بتتعمل بايه؟ بتتعمل بالفول المدشوش او الفول المتقشر. بتباع عند بتوع الاعلاف الفول المتقشر دون، اللي هو بيتعمل بيه الطعمية. بعد ما ضربتها كده حطيتها على نار هادية، وهبدأ اجيب طاسة كده واحط فيها شوية زيت حلوين محترمين كده. وهبدأ ان انا احط فيهم ايه؟ بصلتين انا مقطعاهم كده علشان اجرنش بيهم الشكل النهائي، او احطهم على وش البصارة من فوق. انا ما كنتش لسه حطيت التوابل بما اني اصلا حطاها بالشوربه او عاملاها بالشوربه. فبدات بقى ايه؟ ان انا احط شويه فلفل صغيرين، شويه كمون صغيرين، وراعيت الملح عشان الشوربه اصلا كانت متبله وعليها ملحها. فحطيت شويه ملح صغيرين. انت هتحطي نفس التوابل كده بالظبط، ملح وكمون وفلفل، هي دي التوابل. سواء بقى عملتها بميه سواء عملتها بالشوربه، الاتنين بيطلعوا في منتهى الطعامه. وخصوصا لو انت عندك بقى شوربه فايضه كده وعملتها بيها بتطلع احلى واحلى. بس ما فيش مانع ان احنا نعملها من غير شوربه، ودي طريقتنا وطريقه اجدادنا اللي كانوا بيعملوها من غير شوربه على طول. بس انا بما ان كان متوفر عند الشوربه فحبيت ان انا استغلها. تجيبي بقى بصلتين وسط، تجيبي بصليه كبيره وتقطعيها اي تقطيعه كده، وتروحي جايه مشوحاها في الزيت، تحمريها لغايه ما لونها يبقى ذهبي زي ما انت شايفاها كده. تعالي بقى شوفي التكايه اللي هتخلي طعمها روعه، هتخلي طعمها حلو قوي قوي قوي. هجيب البصل دوت وهبدأ ان انا اشيله كده بالمصفى واصفيه. انا عايزه البصل لوحده والزيت لوحده. بعد ما اصفي البصل كويس خالص كده بالمصفى وهشيله، هبدأ بقى ان انا اخد الزيت اللي طلع من البصل اللي متحمر مكان البصل ده، وهضيفه على البصارة اللي انتوا شايفينها دي. يا جمال طعمها ويا جمال حلاوتها ويا جمال ريحتها. انا مش عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلبة ريحه الشقه. اولادي طبعا ما يعرفوهاش، يعني عملتها زمان مره وكانوا هما صغيرين. كل شويه يقولن ايه اللي بتاع اللي انت عاملاها ديا؟ طب هي طعمها حلو؟ طب بتتاكل برز؟ اقول لهم يا جماعه دي بتتاكل بعيش. بجد هتدوقها حلو قوي. وطبعا مترددين يدوقوها، بس بصراحه والله العظيم انا عايزه اقول لكم اول مره احس ان عيالي كلوا في اليوم ده. حبوها جدا جدا جدا، وبصراحه جوزي شكر فيها قوي قوي. وانا عن نفسي قلت ان شاء الله باذن الله انا هعتمدها هنا مره في الاسبوع على الاقل، علشان خاطر برضو الغلا اللي احنا فيه، وعلشان خاطر برضو احنا بنحتار على الاكل كتير جدا. بعد ما حطيت عليها ايه؟
زيت البصل كده ولفة لفتين كده، هي بتبقى خفيفة كده، بس مجرد ما بتغرفها في الطباق وتبرد بتمسك زي المهلبية لوحدها. يعني اول ما تبدأ تدفى كده تحسها ان هي مسكت وبقت تقيلة كده في الطبق. بصوا جميلة قوي يا جماعة. هبدأ بقى ان انا اطفي عليها كده خلاص، وهغرفها بقى في الطباق. وتعالوا شوفوا بقى الجمال بعد ما تتغرف، هتبقى جميلة. انا لقيتها مش مشطشطة قوي، القرن الشطة اللي حطيته مش طلع مشطشط. ضفت لها حوالي ربع معلقة صغيرة من الشطة. طبعا انت ممكن تستغنى عنها اطلاقا لو انت ما بتحبيش الشطة. تمام. ودي البصل اللي طلع منها هوت. تعالوا ما نشوف هنعمل ايه وهنغرفها ازاي. انا عشان ما اضيعش وقت الفيديو بقى معاكم واضيع وقتكم في الغرف، انا خلاص غرفتها هوت. ما شاء الله ربع كيلو فول عمل لي 3 طباق محترمين قوي. الطبسيه الصغيره ديت او البوله الصغيره دي كان فيها كتير ما شاء الله، والله كفونا وفوت طبق كبير كمان. عايزه اقول لكم ما شاء الله اديته للحبايب. وحطيت على وشها كده، جرنشت كده وشها كده بالبصل المكرمل. عايزه اقول لك البصل المكرمل دوت معاها كده تحفه في الاكل. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه الحلوه قوي دي وتدعوا لي، بجد حلوه قوي وبسيطه قوي قوي ومش مكلفة خالص. هو ربع كيلو فول عمل الكمية دي كلها. وطبعا دي بكمية بتكفي ممكن 7 أفراد. يعني انت لو عندك 7 أفراد تكفيهم الكمية دي كلها، و8 أفراد كمان على حسب أكلكم بقى. يعني ما شاء الله بتكفي وحلوة. يعني البولة ديت الكبيرة ديت فيها كتير، واخدة كمية كبيرة. عايزة بقى تجيبي نص كيلو فول براحتك، يعني على حسب أفراد أسرتك يعني. تمام. ودي كانت اكلتنا النهارده ووصفتنا الروعه قوي اللي بجد بجد انا معجبه بها جدا، وعايزاكم بجد تجربوها. وكمان عايزه اقول لكم مليانه عناصر بقى غذائيه، يعني مليانه عناصر غذائيه. الفول بقى والخضره والفلفل وكميه عناصر غذائيه انا مش عايزه اقول لكم. يعني واحنا مش كل حياتنا تبقى سمك ولحمه ومش عارف وايه وايه، ونقعد كل يوم محتارين طب نطبخ ايه، طب ما احنا طبخنا كذا امبارح هنعمل ايه النهارده. لا ما تحتاريش خالص، انا مش عايزاكم تحتاروا من الاكله ديت. يعني في منتهى الجمال. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.